السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة سلسبيل شانيل. نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا فيديو جديد بديتو معكم هنايا بهذا الكيك الرائع بصوص كتجي اكثر من رائعه واقتصاديه كذلك. كيك يومي بحجم عائلي اقتصادي ومكونات اللي موجودين عندك في الدار. ندوزو لطريقه التحضير وكذلك ما تنساونيش من اللايك ديالكم، اشتركوا في القناه الا عجبتكم، وإلا عجبتكم القناه ما تنساوش انكم تدوزوا معكم الفيديوهات اللي كاينين في الاسفل، فيهم وصفات واقتراحات اللي هما رائعين جدا جدا يقدروا ينفعوكم في اليوميات ديالكم. ندوزو على بركه الله المقادير. عندي هنا 3 ديال البيضات اللي يكونوا بطبيعه الحال بحراره المطبخ، بدرجه حراره المطبخ، يكونوا خارجين من الثلاجه قبل. 3 ديال البيضات يكون الحجم ديالهم متوسط. عندي كاس ديال السكر سنيده، ما تكونش سكر سنيده، ما يكونش الخشن، يكون داك اللين اللي كيكون شويه رطب، ما يكونش داك اللي شويه غليظ. عندي شويه ديال الملحه تقريبا راس معلقه صغيره. غنجيب الخلاط الكهربائي وغنخلط المكونات ديالي كاملين مزيان مزيان. غنحاول نطرب هاد البيض والسكر مزيان مزيان حتى يتبدل اللون يتحول اللون اللون المائل للابيض، مش ميبقاش بحال هكا صفر. ومنها كيكون السكر سنيده كامل داب. غنطربو مزيان مزيان وانا كنطرب بحال هكا بسرعه اللي هي كنطلع فيها شويه بشويه وانا غادا في السرعه. كيف ما قلت لكم غزال بزاف، تقدروا تحضروه في يوميات ديالكم، تحضروه الضيوف ديالكم، تحضروه لوليداتكم، كيوجد بسهوله وصوص اقتصادي كذلك. هنا بعد ما لاحظت ان البيض ديالي ضاعف الحجم ديالو واللون ديالو كذلك تغير، تحول لون الابيض، صافي هنايا كنبقى نضيف في الزيت دفعات. يعني تقدروا تضيفوا الزيت دفعات او لا ضيفوه كامل دقه واحده ماشي اشكال، هو كيبقى غير كيك يومي. انا هنا كنحرك وكنضيف في الزيت دفعات. هنا راه دايره كاس ديال الحليب يسخن شويه فوق البوطه، ضروري نديروه يسخن فوق البوطه. كيف ما قلت لكم هاد كيك كيجي بحجم عائلي، كيجي شويه كبير. هنا عندي واحد ياغورت طبيعي باي نكهه. هنا عندي نكهه ديال الفاني، كما قلت لكم استعملوا اي نكهه بغيتو نتوما، او تقدروا تستعملوا ديال الموز، كيتمشى حتى هو مزيان مزيان مع هذا الكيك هذا ديال الموز اللي بنكهه الموز. هنايا درت كاس الحليب حتى دفى شويه وضفت عليه 2 معالق ديال الكاكاو. يعني هذه القضيه هذه باش انني كنحل الكاكاو في الحليب طريقه سهله وزوينه. بالنسبه اللي عندهم داك الساشيات ديال الدراري الصغار، داك الحليب ديال الدراري الصغار اللي بالشوكولاته اللي كنشريوه اللي كيكون فيه لاباي، تقدروا تستعملوه حتى هو في بلاصه هاد الشوكولا هذه وتضيفوا معاها معلقه ديال الكاكاو، اولا تقدروا تستغناو عليها حيت كيكون هو مركز اصلا بالشوكولاته، كيكون زوين حتى هو. ضيفوه في الكيك ديالكم الا كان متوفر عندكم. ما كانش متوفر عندكم فقط دفيو الحليب وديروا ليه 2 معالق ديال الكاكاو. الا ما عندكمش الكاكاو عبار تقدروا تستعملوا 2 ديال الساشيات اللي كيتباع عندهم مالين الحوانت، راه كيتباع عندهم الساشيات ديال البودره ديال الكاكاو، تقدروا تستعملوهم. انا عندي 3 ديال الساشيات الخميره باش كيتفاعل لكم مع هاد الكيك ديالكم، حيت مستعملين 3 ديال البيضات، يعني نقدروا نستعملوا 3 ديال الخميرات ديال الحلوى من فئه 8 غرام. هنا كنبقى نضيف الدقيق، والدقيق بطبيعه الحال دائما كيبقى على حسب الخليط، وكيبقى الدقيق على حسب الدقيق كيفاش داير، واش الدقيق كيتشرب ولا ما كيتشربش. دائما الكيك ديالكم كتعبروا الكاس باش نتوما عبرتوا الدقيق، باش عبرتوا الحليب، وباش عبرتوا الزيت، وباش عبرتوا السكر. نفس الكاس غديروا 2 كيسان مؤكدين، 2 الكيسان ضروريا غديروهم من اي نوع ديال الدقيق، وعاده غتبقاو تضيفوا شويه بشويه حتى كتهز لكم، حتى كتشوفوا القوام ديالها شد، اولا كتهزوا القوام ديال الكيك ديالكم كيبان لكم ثقال، ولا تقدروا ترسموا داك الرقم 8، يعني خصو ما يختفيش، يبقى واحد شويه. المهم تهزوا الكيك ديالكم بمعلقه بالفوي ودوزوه فوق العجين الاخر، وخصو ما يختفيش بحال هكا، خصو ما يختفيش، يبقى واحد المده بحال هكا. انا غير مزربه الفيديو داكشي اش كيختفي دغيا. كنجيب المول ديالي دايره ليه الورق ديال الفرن من الاسفل، ودهنا ليه الجناب بالزبده وكذلك رشاه بالدقيق. كنسخن الفرن ديالي على 180 درجه او 170 درجه. الا كان الفرن الغازي كيف ما عندي انا فسخنوه مزيان وخليوه حتى تبغيو ديروا الكيك ديالكم ونقصوا ليه واحد شويه. درت الكيك ديالي يطيب، وهذا الكيك ديال الشوكولا ما كنعرفوش واش طاب من الوجه ولا لا، ضروري اننا ندخلوا فيه شويه السكين باش كنعرفوا واش طاب من الوسط
او لا. صافي هنايا طاب الكيك ديالي وخدا واحد اللون ذهبي غزال. صافي خرجته وغنحتفظ بيه نخليه يرتاح مده طويله، يعني شحال ما خليته يرتاح شحال ما كان احسن للكيك ديالكم. هنا غنصايب لاصوص اللي قلت لكم كتقام عليكم اقتصاديه وكتجي خطيره بزاف. درت 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. الا كنتو كتحبوا الحلاوه من محبين الحلاوه فاستعملوا 4 حتى ل 5 ديال المعالق ديال الحلاوه. انا جاتني الحلاوه طبيعيه جدا، ما حلوش وما مسوش كذلك. درت 2 معالق ديال الكريم باتيسير، عندكم نشا ديروا نشا، ما عندكم تقدروا ديروا حتى الدقيق. فكما قلت لكم انا كنعطيكم شي حاجه اللي هي اقتصاديه وديرها اي مرة. هنايا درت 2 معالق ديال الكاكاو، كيف ما قلت لكم استعملوا الساشي اولا ديال العبار. ديال العبار كيتقام عليكم اقتصادي على ديال الساشي. خذوا 2 درهم 3 درهم 4 درهم ديال العبار، راه كتدي لكم مده طويله. 2 كيسان ديال الماء. تقولوا علاش ما درتيش الحليب؟ الحليب ما كيخليش اللون ديال الكاكاو اولا اللون ديال هاد لاصوص هادي تكون ديك اللون داكن، يعني داك اللون اللي كيجي بحال الا هي راه مركزه بالشوكولاته كامله. ولكن ملي كنديروا ليها الحليب اللون كيبهات وكيخفاف. يفضل كيف ما كيديروا في لي باتيسري الكبار كيصايبوها فقط بالماء، ما كيديروش ليها الحليب. لي باتيسري الكبار هما هكا كيديروا. هنايا صافي خليت لاصوص ديالي حتى بدات كتماسك وكتشد راسها. غنضيف عليها هنايا ما يعادل 4 القطع ديال الشوكولاته فقط كالا. تقدروا تستعملوا الشوكولاته غير شي اللي بغيتو نتوما الا كانت في الامكان ديالكم. كما قلت لكم انا كنقدم لكم داكشي اللي هو اقتصادي وداكشي اللي كندير انا في داري، ونتمنى تقبلوا عليا، ونتمنى ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم واشتركوا في القناه اللي ما مشتركش. ما تنساونيش من الدعم ديالكم وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. اللي عجبته القناه اكيد وكنسطر عليها مره اخرى. اللي عجبتكم القناه ما تنساوش دوزوا الفيديوهات الاسفل حيت فيهم فعلا تعب وفيهم خدمه وفيهم ايام ديال العمل. وكنتمنى هاد القناه هذا شي نهار تشوف الضوء باذن الله وبفضلكم طبيعه الحال. نتمنى منكم الدعم اخوتي على هاد القناه هذه وخواتاتي طبيعه الحال. هنا كنجيب هاد الكيك ديالي هانتوما كتشوفوا كي جات خطيره الكيك. هنا كنتكها مزيان بهاد الكيردو ولا هاد العود ديال الشيوه. كنتقبها مزيان يعني كنتكها مزيان حتى كنحس بلي الاجناب ديالها كاملين راهم تكوا. وكنخوي عليها هنايا لاصوص. للاسف فاش كنت كنخوي عليها الاصوص طفى ليا التليفون وما انتبهتش ليه. وهنا راه كتشوفوا بلي اللون ديال التصوير ما بقاش كيف ما كان حيت ديشارج عليا التليفون. كان ضروري انني نكمل معكم هاد المرحله هذه باش نخلي الكيك ديالي يبرد على خاطرو. هنا خليت الكيك ديالي طبيعه الحال برد. رشيته بالفيغميسيل من الفوق كيف ما كتشوفوا. عمرته بالفيغميسيل، يعني تقدروا ديروا فيغميسيل، تقدروا ديروا لوز كامكاسي، تقدروا ديروا لوز ايفيلي هانتوما. فقط الفيغميسيل رشيت ليه من الفوق عطاتو واحد ديكور زوين. وشتو لاصوص ديالي كيفاش عطات اللون داكن واللون زوين بزاف بحال مخدومه بشي شوكولاته اللي هي غاليه. صافي هنايا نتوما كتشوفوا كنقطعوا لي طرونش كيف ما بغيتوا، لي طرونش كبار صغار داكشي كيبقى على حسبكم نتوما. صافي هنايا قطعته بحال هذا الشكل هذا وجا خطير، جا غزال الكيك، جا خفيف بزاف. غير جربوه واكيد ما غاديش تندموا عليه. جا واحد الكيك لي زوين، جات واحد لاصوص اللي بنينه، عشقوها الكبار وعشقوها الصغار كذلك. حماقوا عليها الوليدات الصغار ملي كلاوها ياكلوا طرف ويزيدوا طرف اخر. نتمنى انكم ما تبخلوش على وليداتكم وجربوها ليهم مالين داركم كذلك. واللي كانت عندها شي اعراضه ولا شي ضيوف انها توجد لهم هاد الكيكه هادي، واكيد اختي ما غاديش تحشمك، ديريها وبعينيك مغمضين وانها غتحمر لك وجهك. شوفوا لي طرونش كيفاش دايرين، شوفوا الكيك كيفاش كيجي مهوي من الداخل. حتى دوك التقيبات اللي كنديروا ليه راه كيتشربوا لاصوص، ولاصوص راه كتجيب كميه. ديك الكميه اللي عطيتكم راه وافيه، يعني تقدر تصايب لكم 2 ديال لي كيك. صافي كان هذا هو الكيك ديالي. نتمنى يعجبكم، نتمنى تشتركوا في القناه. الناس الجداد اللي مشتركين في القناه ودخلوا القناه كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. نتمنى تكونوا مالين الدار، ونتمنى تدوموا على المشاهده ديال لي فيديو ديالي، وفعلوا اكيد زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل فيديو كنحطوا لكم. بسلامه عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه، وما تنساونيش من البارطاج ديالكم.